ورحمة الله. يعطيك العافية كابتن حمد. نقطة نقدر نقول جيدة في ظل ظروف الاتحادية هذه الفترة. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا يعني في مباراة اليوم أنا ما أتكلم عن الظروف، احنا خلاص وصلنا لمباراة اليوم. مباراة اليوم الحمد لله رب العالمين بديناها بشكل كويس، لكن يعني كان في خطأ بسيط من الحكم واللي هو الطرد. يعني احنا كلنا بنخطئ سواء حكم ولا لاعب ولا مدرب، اوقات الاخطاء وارده من اي احد داخل الملعب. الحمد لله رب العالمين قدرنا ان نتلافى هذا الشيء. بدينا الشوط الثاني سجلوا هدفين صعبوا مهمتنا كثير، لكن لله الحمد انه رجعنا نعود للمباراه، وهذا شيء جدا مهم. مباراه اليوم وخصم زي الشباب ينافس يعني على الصداره، انك ترجع اليوم من امامه بنقطه في ظل الظروف اللي انت فيها يعتبر مكسب جيد. ايضا يعني نقطة جيدة تحسب لنادي الاتحاد، لم يتأثر بالطرد حمد. والله شوف، يعني انا بعطيك حاجه ويمكن الاخوان في الاستوديو معاك يفهمون اكثر مني. لعيبه الاتحاد لعيبه رجال، يعني يعتمد عليهم بصراحه. يعني لما تتصلح الامور داخل النادي لعيبه الاتحاد لعيبه رجال تعتمد عليهم. موجود حمزه ادريس واي مدرب. حمزه عاد ما يحتاج، حمزه الصلاه على النبي هو اللي كان قائد لنا وكان معانا في الصغيره والكبيره يعني، فهو يعرف انه لعيبه الاتحاد والكل يعرف انه لعيبه الاتحاد رجال. هي مجرد امور يعني لو تلاشاها الاداره وتلاشاها المدرب وتلاشوها كمان اللعيبه، صدقني حيكون وضعهم مميز وافضل من كذا. نتحدث تحديثا عن الكابتن حمد المنتشري، يلعب اليوم ظهير ايسر، في مباراه نجران يلعب ظهير ايسر ثم رجع القلب الدفاع. انت لاعب بالتاكيد محترف، مطلوب منك انت تلعب في جميع الخانات خصوصا في المنطقه الخلفيه، ولكن حمد ما يقدم الشيء المميز في الظهير الايسر زي اللي يقدمه في قلب الدفاع. شوف انا حتى الكابتن حمزه ادريس تحدث فيها بدايه المباراه انه كنيده ممكن يجعل ضغط على الكابتن حمد المنتشري. شوف انا بقول لك حاجه، انت قلتها قبل السؤال، قلت انت لاعب محترف. انا صحيح لاعب محترف ولازم اني اتاقلم مع اي وضع في الملعب، خصوصا اذا طلبوا مني المدرب. صحيح انا يمكن ما ابغى العب ظهير، يمكن الناس كلها تشوف انه مثلا انا ماني قاعد، بس المدرب مقتنع. تبغى تلعب انت ظهير؟ لا انا اقول لك راحتي اني ما ابغى العب. لا مستحيل اني اقول لك انا ما ابغى العب. اكيد، بس انت انا وين ترتاح؟ ارتاح اني العب في قلب الدفاع، لكن المدرب بعد كل مباراه يطلع يشد فيها. هو عنده نقاط معينه يبغاها من حمد المنتشري في هذه الخانه، وان شاء الله اني قاعد اطبقها له، والدليل انه كل مباراه انا قاعد العب. يعني انا ماني مفروض على المدرب ولا هو فارضني الا العب، لكن ظروف، وهو يعني في الاخير المدرب ويجب اني انفذ يعني.